طيب دلوقتي لما الكابتن محمود الخطيب يعلن ان هو مش هينزل الانتخابات الجايه، امال مين اللي هينزل؟ يعني مين الناس اللي جاهزه او تم اعدادها ككوادر انها تنزل الانتخابات الجايه؟ مش عارف. انا عارف ان في ناس منكم ممكن تكون مثلا بتتفرج على الفيديو ده وتقول لك يا ابني هو انت مجنون يا ابني، ولا انت هتقرفنا معاك، ولا انت عايز ايه، وانت مش لسه الفيديو اللي فات عمال تقول واصل واللجنه الاعلاميه واللي بيحصل والمشاكل والدنيا. فاقول لك يا اخي ما تتعبناش بقى معاك يا اخي بقى، هو انت ايه اتفرجت على الحته دي بس؟ ما انت اكيد يعني يا صديقي شفتني وانا بقول ان والله انا زعلان من واحد اتنين تلاته، لكن انا شايف ان المجلس ده ليه نجاحاته وليه 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 وليه، ومش عايز ان الموضوع ينتهي بشكل لطيف، وان المجلس ده ليه انجازات. ما تبقاش يا اخي كده، يا اخي اتقي الله. بس يعني ما علينا، مش موضوعنا. انا عايز اتكلم معاك كاهلاوي، لان انا شايف ان احنا في مشكله كبيره، مشكله كبيره بمعنى كلمه مشكله كبيره. اتعودنا على الاقل في اللي الواحد شافه او اللي الواحد عاشه، ان الكابتن صالح سليم بيسلم الكابتن حسن حمدي. كابتن حسن حمدي حتى لما جه بعديه مجلس الاستاذ محمود طاهر، رغم اختلافاتي الشديده معاه في نقط كبيره بالنسبه لي هي نقط جوهريه، الا انه كان الاستاذ محمود طاهر نفسه احد اعضاء مجلس الكابتن صالح سليم. يعني راجل برضو كان تم اعداده، حتى لو في خلافات او في نقط معينه بنختلف فيها، لكن راجل كان موجود من ضمن المجلس، او راجل كان موجود جوه النادي، وراجل تدرج في المناصب جوه النادي. سلم بعدها طبعا الكابتن محمود الخطيب في واحده من اشرس انتخابات النادي الاهلي برضو من اللي الواحد شافها، واعتقد على مر التاريخ، في 2017 الانتخابات بتاعه الاستاذ محمود طاهر والكابتن محمود الخطيب. والانتخابات اللي بعدها كان الكابتن محمود الخطيب هو نفسه. يعني انا نازل كده بتسلى، مش عايز اقول حاجه صوريه عشان ما تفهمش غلط، بس هي وقت الانتخابات ما حدش اصلا جاله ان هو ينزل، جاله قلب يعني ان هو ينزل قدام الكابتن محمود الخطيب في عز ما المجلس واقف على رجله والدنيا بخير والدنيا تمام. فالمره دي احنا بنتكلم في فتره ان انت داخل على انتخابات، الكابتن محمود الخطيب بيعلن عدم ترشحه للانتخابات في وقت انت ممكن تكون شايف ان مفيش حد تم اعداده للمنصب، عكس الايام اللي فاتت او عكس السنين اللي فاتت. ممكن نتكلم بالعاطفه ان انا نفسي اشوف فلان، او ان انا شايف فلان ينفع، او هتكلم معاك في شويه اقتراحات من وجهه نظري. لكن اتمنى ان انت تقول لي في الكومنتس من دلوقتي قبل ما نتناقش انا او قبل ما نتكلم، او بعد ما اخلص الفيديو، لو انت شايف ان الموضوع ممكن يخليك تفكر في حد معين، اكتب لي كده اسم بس في الكومنت. يعني مش لازم حتى تكتب دباجه طويله، او ممكن تشرح وجهة نظرك لو حابب، بس عايز اسم. انا عايز الف كده في الكومنتس مثلا بعد ما الفيديو ينزل بساعه ولا بساعتين، اشوف شويه اسامي، اشوف الناس مثلا دماغها شايفه ايه، او الناس شايفه مين الاصلح او الاقرب. مش الاقرب بوضع انه مثلا عنده الشعبيه او بتاع، لكن هو الاقرب ان هو انتوا شايفين ان ده احسن حل انه ينزل. خد بالك احنا بنتكلم على منصب رئيس النادي، عارف ان في ناس ممكن تنزل اعضاء او نائب او امين صندوق او انا بتكلم على منصب رئيس النادي. مين ممكن يكون جاهز يكون رئيس النادي؟ هتكلم معاك كلمتين من وجهة نظري، وهتكلم معاك كلمتين في القصة بتاعة رحيل الكابتن محمود الخطيب. ولكن كالعادة عشان ما ننساش في بداية الفيديو او في بداية اللايف، في عندنا كلمتين مهمين. فهنقول تاني وتالت: يا جماعة لو سمحتوا اخواتكم في فلسطين، يا جماعة لو سمحتوا اخواتكم في غزة، يا جماعة لو سمحتوا اخواتكم بيعانوا معاناة تخطت ال 700 يوم. 700 يوم ده رقم مش عارف اقول ايه، بس هو رقم مرعب. عارفين يعني ايه رقم مرعب؟ 700 يوم من الضرب والقصف والتجويع ممكن تقعد تعد حاجات من هنا لحد بكره. 700 يوم من الرعب، 700 يوم من ان انت كل يوم بتنام وانت مش عارف انت هتصحى ولا لا، ولو صحيت الناس اللي جنبك هتلاقيها صحيت ولا لا. طبعا الاعمار بايد ربنا، وكلنا المفروض بنبقى عايشين اللي هو محدش عارف هو هيصحى بكره ولا لا. بس الوضع مختلف، انت ممكن تصحى وطبعا كل عمر وكله بايد ربنا، بس هتلاقي اللي جنبك مصحيش عشان في صاروخ نزل على الخيمه اللي انت فيها او البيت اللي انت فيه او المستشفى اللي انت بيه فيها، ايا كان ايا كان. فلو سمحتوا خليكم مع اخواتكم هناك، لو سمحتوا ادعوا لهم وادعموهم على قد ما تقدروا واتكلموا عنهم، وان شاء الله ان شاء الله هنعيش ونشوف اخواتنا منتصرين والخريطه كلها مكتوب فيها فلسطين. نخش بقى في موضوع الفيديو، لان انا تايه. وانا عشان اتكلم معاك بكل صراحه، انا مش جاي النهارده عشان اقول لك في الفيديو ده ان خد بالك ما تقلقش، انا شايف ان فلان او القايمه الفلانيه، او لو فلان نزل بقايمه فهو الحل الامثل للنادي الاهلي. ومع كامل احترامي لناس كتيره، كل اللي هيتكلم دلوقتي هيبقى بيتكلم بناء على وجهات نظر، مش حاجه ممكن نتفق عليها. ما عندكش دلوقتي اسم لو اعلن ترشحه هتلاقي عليه توافق جمهوري جبار. في حد ممكن يطلع يقول لي طب ما الكابتن سيد عبد الحفيظ. يا جماعه الكابتن سيد عبد الحفيظ ده انتوا عارفين انا بحبه قد ايه، بس الراجل ما تدرجش في المناصب الاداريه. الراجل حتى ما كانش عضو مجلس اداره عشان مره واحده اقول له يا كابتن سيد انزل لي رئيس، عشان لما يحصل عليه معاه مشاكل او يحصل مشكله او اختلاف او ايا كان تبقى انت قضيت عليه او حرقته ككارت باللغه البلدي اللي بنقولها، انك تبقى حرقت الكارت ده خلاص، ان ده كده مش نافع شيله. هتقولي لا يا عم ده الكابتن سيد عبد الحفيظ وعلاقته حلوه بالجمهور. يا جدع ما تقولش كده وبتاع، يا راجل على اساس ان الكابتن
الكابتن محمود الخطيب قبل ما ينزل الانتخابات ما كانش الكابتن محمود الخطيب اللي كنا بنطلع احيانا ننتقده، وكنا بنطلع احيانا بنعترض على قرارات معينه، وبنطلع نعترض على سياسات معينه، او بنطلع نقول ان في تقصير في ملفات معينه. وده الكابتن محمود الخطيب. يا جماعه لو انتم مش مدركين مدى الازمه وصعوبه اللي احنا بنقوله، فالكابتن محمود الخطيب اللي كان عليه توافق، ممكن نسميه توافق شعبي، ممكن اقول برضو انه غير مسبوق في انتخابات انديه، ان ينزل واحد زي كابتن محمود الخطيب كده النادي عايزه كاعضاء، الناس الاداريين شايفين انه راجل زي الفل ومصدقين فيه ونازلين معاه، وناس كتيره بتتوقع له النجاح، الجمهور بيحبه حب مش طبيعي لان ده اسطوره. بتنتهي رحله الكابتن محمود الخطيب بمحطات كتيره ممكن نقعد نتكلم فيها، مش وقتها طبعا خالص في الفيديو ده، ان احنا نقعد افكرك لو انت ناسي مواقف كتيره اختلفنا فيها مع بعض كجماهير، ان لا هنا الاداره غلطانه، لا هنا الاداره مقصره، لا هنا الاداره مش عارف ايه، هاشتاجات بتهاجم في الاداره. وانا كنت احيانا بعمل كده، انا مش بقول لك ان الناس اللي بتعمل كده كانت غلطانه، بس انا بفهمك ان ده حصل مع الكابتن محمود الخطيب، اسطوره من اساطير مصر واسطوره من اساطير النادي الاهلي. فمهما كان في شخص انت شايف ان هو محبوب عشان يكون هو مؤهل ان يكون موجود، سواء رئيس النادي او نائب الرئيس او عضو مجلس اداره، فده ضغط جبار لا يتحمله بشر بسهوله. اللي عدى بيه الكابتن محمود الخطيب كتير، والوقت بتاع دلوقتي هو احسن وقت اطلع اطبل فيه للكابتن محمود الخطيب، لان انا ممكن ما كنتش بعمل كده، لان ما كنتش احب ابدا انها تتفهم ان انا اصل بعمل مش عارف ايه، اصل بحاول اتقرب لفلان، اصل عايز حد في النادي يشوف الفيديو فيقول ايه الولد ده مش عارف ما، والله العظيم ما انا كنت بحسبها كده بكل صراحه، والله ما كان اديني نيتي خلاص انا مش عايز اعمل كده، فاللي هو لا. لكن دلوقتي بعد اعلان ترشحه لازم نتكلم يا جماعه ان احنا كان عندنا رئيس اسطوري للنادي الاهلي، وهو الكابتن محمود الخطيب. وده انا قلته حتى في الفيديو بتاع امبارح بطريقه ممكن غير مباشره شويه، ان انا مش حابب ان حد بقيمه الكابتن محمود الخطيب لما يجي يمشي، لو انت شفت فيديو امبارح هتبقى عارف فاكر الجمله دي اكيد، مش عايزه لما يجي يمشي تبقى دي حاجه كده عدت او ماشي. قلت حتى لفظا كده، قلت مش عايز تبقى الناس ناقمه على التجربه، لان ده المفروض انها مدرسه هنتكلم منها. لما حد يقول لي اقول له انا عدى على رئاسه النادي بتاعي الكابتن صالح سليم الله يرحمه، كابتن حسن حمدي ربنا يديله الصحه، كابتن محمود الخطيب ربنا يتم شفاعه على خير ويديله الصحه، مدارس نتعلم منها واساطير عدوا في الاداره في النادي الاهلي. النهارده الكابتن محمود الخطيب بياخد قرار ان هو مش هينزل الانتخابات الجايه. هتقولي طيب انت بعد الكلمتين دول انت معنى كده انك شايف القرار غلط؟ ما اقدرش اقول ان القرار غلط، وما اقدرش اقول ان الكابتن محمود الخطيب لو كمل فده هيبقى قرار غلط، لكن ممكن اقول لك ان من وجهه نظري طبعا، الله اعلم الله اعلم يعني هي صح ولا لا، ده القرار الاصح. يعني ايه القرار الاصح؟ كابتن محمود الخطيب عدى بمحطات كتيره قوي كرئيس للنادي الاهلي. المحطات دي طبعا في منها انجازات خارقه زي ما اتكلمت معاك قبل كده، وزي ما قلت لك قبل كده في اكتر من فيديو، برضو منهم فيديو امبارح، ان الراجل ده هيتكتب في التاريخ، ان الراجل ده اولا بطوله التاسعه والانجاز الجبار، البطوله اللي هي نهائي القرن اللي بالمواجهه المباشره، هيتكتب ان الراجل ده في تاريخه احنا 5 سنين بنوصل الفاينل، منهم 4 احنا بنكسب البطوله، 5 سنين بتلعب في كاس العالم او بعد كده بشكله الجديد الانتر كونتيننتال، بتروح اول نسخه لكاس العالم للانديه بشكله الجديد. هنتكلم على انجازات ليها علاقه بفريق الكوره، هنتكلم على انجازات ليها علاقه بالانشاء او بالفروع او بالاستاد، حلم الاستاد اللي بيتنفذ حاليا على ارض الواقع، وربنا يكرمنا ان شاء الله كمان تقريبا 3 سنين ونص هنبقى بنحتفل بان احنا عندنا استاد النادي الاهلي. هيتكتب في تاريخه انجازات كبيره، حتى لو في بعض المشاكل او بعض العيوب او بعض المواقف اللي مش لطيفه، اللي انا فاهم ان الناس برضو ممكن ناس تكون متضايقه او ناس شايفه انه لا كان في غلط كذا وكان في غلط كذا وكان في كوارث وكان كل ده انا متفهمه جدا. لكن مهما كان في عيوب او مهما كان في مشاكل او مهما كان في اخطاء اللي بتحصل بالنسبه لي في عهد اي مجلس او في عهد اي اداره او في عهد ايا كان، محدش يقدر ينكر ان احنا كنا في فتره قوية جدا للنادي الأهلي، فترة كويسة جدا للنادي الأهلي كفرقة كورة بالذات، بعيدا عن القصة بتاعت الأعضاء والفروع والأندية والكلام ده كله. حتى لو في سقطات، حتى لو في مشاكل، حتى لو في تعثرات أو أيا كان المسمى، فترة كويسة جدا. كان فيها بعض النواقص، كان فيها بعض الملفات اللي الواحد كان يتمنى إنها تبقى أحسن من كده، ما بنكرش. لكن هي فترة هيتكلم عنها التاريخ، فترة هيتكلم عنها التاريخ، وهيتكلم على اللي بعدها اللي احنا مش عارفين هي رايحه فين دلوقتي، وهو ده اساس الفيديو. لو شلت الكابتن محمود الخطيب من الصوره، فكان ممكن اقول لك ان الوزير الراحل العمري فاروق ربنا يرحمه يا رب، ويعني ربنا يجعله في منزله الصديقين والشهداء، وربنا يصبر اهله واحبابه. كان وارد جدا وكان منطقي جدا ان انا اشوفه هينزل هو يكمل بنفس المجلس، بس هو كرئيس مع بعض التغييرات طبعا، حد يطلع نائب رئيس زي مثلا استاذ خالد مرتجي، بعض الاعضاء هتتغير وايا كان، وكانت هتبقى قايمه موجوده حتى لو في قوائم تانية هتنزل قصادها. لكن ربك ما كتبش للعمري فاروق انه يوصل في اللحظه دي لعمره،
وما كتبلناش ان احنا نعيش اللحظات دي يعني. فانت حاليا عندك شكوك جباره، انا واحد من الناس اللي عندي نفس الشكوك دي. لو شفت ان القايمه دي مثلا نازله بقياده خالد مرتجي او الاستاذ خالد مرتجي، انا عن نفسي مش هكون مرتاح. طيب امال انت يا وسام شايف مين؟ هل انت من الناس اللي مع ياسين منصور؟ اقول لك والله يا سيدي ما اعرفش. يعني مثلا الاستاذ ياسين منصور راجل داعم محب للنادي الاهلي من زمن الزمن، لا بيطلع يتكلم ولا بتاع شو ولا ايا كان. لما بقى في شركه كوره ولما اتعملت شركه كوره، الراجل دخل وكان رئيس شركه الكوره لفتره قصيره جدا، وانتهت العلاقه بسبب خلاف محدش يعرف ايه هو. ودي حاجه انا بحترمها جدا وبحبها جدا، ان واحد زي كده رحل من المنظومه، لا طلع يتكلم ولا بتاع شو ولا فارق معاه ولا عايز اسمه يتقال ولا اي حاجه. خلاص خلاف وحصل وانا مشيت وتمام، مؤشرات كويسه بالنسبه لي، مؤشرات ممكن ايجابيه، لكن مش معنى كده ان دي مؤشرات كافيه ان انا اقول ان الاستاذ ياسين منصور لو نزل مثلا رئيس النادي الاهلي هبقى مبسوط وهبقى الدنيا تمام. ممكن نوعا ما هكون شايف انها تجربه ممكن بامر الله يعني تنجح، ممكن، لكن عمري ما هكون مصدق في التجربه زي ما كنت مصدق في انتخابات الكابتن محمود الخطيب. انتخابات الكابتن محمود الخطيب يا جماعه في 2017 انا نزلت وقفت قدام النادي الاهلي في الجزيره عشان اقول للناس اللي داخله ينتخبوا الكابتن محمود الخطيب، وانا اصلا مش عضو في النادي. ودي معلومه ممكن الناس القريبين مني عارفينها، واعتقد ان انا قلتها قبل كده مره في لايف واحنا بنحكي عن حاجه زي كده. نزلت ووقفت وحاولت اخد بروشورات اوزعها وحاولت اتكلم مع الناس وانتخبوا الكابتن محمود الخطيب يا جماعه وبتاع، لان كان نفسي اشوف الكابتن محمود الخطيب رئيس للنادي. اسطوره. زي ما في يوم من الايام لو ربنا كتب، الله اعلم بكره في ايه، لو ربنا كتب رجوع كابتن محمد ابو تريكه لمصر ورجع تاني ودخل انتخابات النادي الاهلي، هنزل واقف قدام النادي وهوزع بروشورات وهتكلم مع الناس ان يا جماعه لو سمحتوا انتخبوا الكابتن محمد ابو تريكه. الموضوع عاطفي جدا، والموضوع ان انت بتتكلم على اسطوره في ناديك، اكيد انت بتبقى عايز ان انت تشوفه في منصب زي كده. بس يعني المهم، لو انت جاي دلوقتي تتكلم على قائمه الاستاذ ياسين منصور، ربنا يسهل. طيب هتقول لي انت شايف مين؟ والله انا مثلا كان نفسي الاستاذ مصطفى مراد فهمي. انا بقتنع جدا بالراجل ده وبشوف انه قادر جدا على المرحله دي، ولكن الراجل سنا كبير، معرفش هل هو حابب ان هو يخوض تجربه زي دي في السن ده ولا لا. الراجل حابب يرجع للعمل العام والضغوط والقصص دي ولا لا؟ الله اعلم برضو، انا فعلا معرفش. ولو قلت لي طب في مثلا حاجات تانية زي مثلا قائمه، مثلا بقول طبعا مثال، مش بقول لك الاسئله انا بقولها لك دي مش قوائم نازله، انا بحاول افكر في الاوبشنز معاك. في مثلا قائمه ممكن تنزل، قائمه معالي الوزير السابق طاهر ابو زيد، ويكون بقى معاه نائب رئيس مصطفى يونس، وممكن يضموا مثلا الاستاذ اسامه خليل يجي يمسك قناه النادي الاهلي او يجي يشرف على قناه النادي الاهلي، لان في عقد اوريدي مع روزنامه بتاعت هشام جمال، مش عارف بصراحه العقد يخلص امتى يعني. ونرجع بقى للفتره اللي هي اللي هو الواحد ممكن يخبط دماغه في الحيطه دي، فاكيد لا طبعا يعني مع كامل احترامي للجميع. فالفكره ان الصوره ضبابيه لدرجه ان انت ممكن ما تكونش شايف حد ممكن الناس على وفاق عليه، ودي مشكله كبيره، لان اي حد هيخش هو مهدد بالانتقاد او بالانتقاد من قبل ما يبتدي. بمعنى ان اي حد ممكن يخش في السلك الاداري حاليا، وبالذات انا بتكلم على منصب رئيس النادي الاهلي. اي حد هيتولى منصب رئيس النادي الاهلي من بعد الكابتن محمود الخطيب هيتظلم، لانه هيتقارن اولا بانجازات الكابتن محمود الخطيب. هتطلع ناس كانت مؤيده للكابتن محمود الخطيب بشده هتقول لك عاجبك كده، مش كنت بتعترض على مش عارف ايه؟ اتفرج بقى شوف الناس الجديده دي بتعمل ايه دلوقتي، انت عاجبك وساكت دلوقتي، انت مش عارف انت ممكن تكون بتتكلم عادي، بس هي الناس من الحرقه بتاعتها مثلا انها شافتك بتهاجم قبل كده الكابتن محمود الخطيب فهتتكلم معاك. هتشوف ناس ممكن شايفه ان تجربه الكابتن محمود الخطيب دي ناجحه جدا ولا تقارن ولن تتكرر، فهيبقى غصب عنه عاطفيا مع اي سقطه للفرقه او مع اي مشكله مع الاداره هتلاقيه بينفجر وبيزعق وبيهاجم وبيعمل وزعلان. او هتشوف ناس العكس كانت ضد الكابتن محمود الخطيب وشايفين ان عنده مشاكل، فلو الاداره الجايه جت ونجحت في حته معينه فهنفتح المشاكل بتاعت شفت بقى، شفت الفرق، شفت مش عارف ايه، فنبتدي ننقسم، فنبتدي نتخانق، فتبتدي تخلق فئه من ما فيش من العدم تهاجم المجلس الجديد. دي كلها تخوفات عندي. انا ممكن الفيديو ده اكون فاتح الكاميرا وانا قاعد بفكر معاكم عشان مش عارف، اقسم بالله يعني انا لو حد سالني انت ايه السيناريو طب اللي انت تتمناه، والله ما اعرف. طيب عشان نقفل الموضوع عشان ما اطولش عليك، لان انا حقيقي ما عنديش اي معلومه اقولها لك غير ان انا تايه في ملكوت الله كده ومش عارف ايه اللي المفروض يحصل. هل قرار الكابتن محمود الخطيب بعدم الترشح، هل انت كوسام تتمنى بانه يستجيب للضغوطات ويرجع؟ بصراحه لا. شوف بعد كل ده، بعد كل اللي انا بقوله لك ده، وان انا شايف قد ايه كابتن محمود الخطيب اسطوره ونجم وهنفتقده، وان احنا ممكن تبقى الدنيا صعبه شويه بعديه، فكان الافضل مثلا انه يكمل ويعد كوادر. بس يا جماعه الراجل صحيا مش قادر، الراجل صحيا مش قادر، ودي جملة مهمة لازم الناس تفهمها. الراجل ده كان بيروح يتعالج ويرجع يقطع علاجه ويجي عشان في مشكلة في النادي. الراجل ده مثلا ساعة الاختلاف الكبير مع الإدارة بتاع موقف الماتش الأهلي والزمالك بتاع الدوري اللي فات بتاع يوم 11 مارس،
القرار طالع يوم 11 الصبح، لان يوم 10 في الاجتماع قرروا ان محتاجين الكابتن محمود الخطيب يرجع، فكان في رحله علاجيه قطعها وجه عشان يحضر الاجتماع يوم 11 وطلعوا القرار بتاع يوم 11. والناس ممكن ما تبقاش مستوعبه فكره ان الدكاتره كل شويه تقول له انت محتاج تبعد، فالراجل يبعد في رحله علاجيه فتحصل حاجه فيقرر انه يمشي عكس كلام الدكاتره ويقطع الكلام ده ويجي. اخوانا ارحموا الراجل شويه بكل صراحه. وارحموا الراجل شويه، ده جمله للناس اللي بتحبه، ده جمله للناس اللي هتقول للكابتن محمود الخطيب لا احنا محتاجينك انزل. محتاجينه، اكيد محتاجينه، انا ما منكرش والله، بس الراجل ده بيته محتاجه اكتر. الراجل ده هو محتاج صحته ومحتاج الهدوء ده اكتر. اولا انا بشوف ان دلوقتي هو القرار الاصح للحفاظ على حاجتين، على صحه وقيمه الكابتن محمود الخطيب، ربنا يطول في عمره وربنا يديله الصحه وربنا يتم شفاعه على خير يا رب ويطمنا عليه. رحله بيبو مع الاهلي كده كده في يوم هتنتهي، حتى لو انت شايف ان دلوقتي الموضوع صعب وان انت محتاج بيبو ينزل فتره تانية وان شاء الله يعد كوادر ومش عارف ايه عشان نبقى جاهزين في الانتخابات الجايه. محدش عارف بكره في ايه، محدش عارف، يمكن يجي بعد 4 سنين تلاقي برضو مفيش حد انت شايف انه عنده القدره انه يخش مكان الكابتن محمود الخطيب، وساعتها هيبقى خلاص كده كده لازم هيمشي ولازم ينزل حد مكانه. حتى لو الجمعيه العموميه اللي المفروض تنعقد يوم 19/9 اعتقد قررت ان المفروض يعني في الغالب ان اللائحه هتبقى انها 3 فترات، فالكابتن محمود الخطيب يحق له فتره ثالثه لكن ما يحقلوش فتره رابعه، فهتيجي بعد 4 سنين تخش في نفس الدايره. ازمه ولازم تواجهها ولازم تقف وتتكلم فيها وتتعلم منها. ان انت لما تعد ما تعدش كادر واحد، ما تعدش اتنين، عد 4 وعد 5 وعد 7 وعد 8، عد ولادك لاكتر من منصب عشان ما تقعش في الفخ ده او عشان ما تلبس في الحيطه اللي احنا لابسين فيها دلوقتي. هتقولي على فكره انت باصص للموضوع بنظره تشاؤميه شويه، وممكن يجي مجلس اداره يعمل انجازات لم تسبق في التاريخ قبل كده او لم تسبق في تاريخ النادي الاهلي قبل كده. اقول لك وارد طبعا، ومحدش عارف بكره فيه ايه، بس احنا بنتكلم دلوقتي نظري. عارف يعني ايه نظري؟ يعني بنتكلم ورقه وقلم، يعني بنتكلم بالحب، بنتكلم ان تقريبا توقعات، لكن ما حدش طبعا يقدر يجزم بكره في ايه. فالكابتن محمود الخطيب محتاج يا جماعه يرتاح، والراجل ده دخل في معتركات كتير معانا احنا كجماهير اهلي، احنا كجماهير اهلي وانا واحد من الناس دي. في اوقات كنت بهاجم الكابتن محمود الخطيب، طبعا الحمد لله الحمد لله ان انا دايما بشرح ان انا ضد الهجوم اللي بيبقى فيه تطاول او قله الادب او قله الذوق او اي نوع من انواع التجريح او ايا كان. بالعكس انا لما بهاجم الكابتن محمود الخطيب بقول مره واثنين وثلاثه ان الراجل ده اسطوره، ولكن انا بهاجم التايتل او بهاجم المنصب، ولسه حتى دايس عليها في الفيديو بتاع امبارح اما قلت لكم الكلمه بتاعت موندو اللي بتعجبني ان احنا بنهاجم التايتل. فما فيش اختلاف على قيمه او على شخص الكابتن محمود الخطيب، لكن كنا بنهاجم قرارات معينه. الراجل ده المعتركات اللي دخلها معانا كجماهير او الخلافات اللي دخلنا معاها كجماهير في الهجوم عليه في اكتر من قرار او حاجات زي كده، احيانا ممكن يكون هجومنا صح، احيانا ممكن يكون في حاجات في الغرف المغلقه لا نعلمها ويكون هجومنا احنا غلط، برضه وارد. انا مش بقول لك ان احنا دايما صح ولا حاجه، بس خلاص بقى الراجل محتاج يرتاح ومحتاج يقعد لبيته ومحتاج يقعد لاولاده ومحتاج يقعد لاحفاده ومحتاج يقعد يرتاح شويه ويتفرج على الانجازات بتاعته. وباذن الله اكيد اخر حاجه اقولها في الفيديو، اتمنى ان ربنا يتم شفاعه على خير ويطمنا عليه، وان اشوف المشهد الاسطوري والكابتن محمود الخطيب موجود في افتتاح استاد النادي الاهلي ان شاء الله كمان 3 سنين ونص او اقل من كده كمان ان شاء الله. فالموضوع ممكن يكون صعب، الموضوع انا لسه تايه فيه، ما اقدرش اقول لك ان انا شايف حد معين، بس الفتره الجايه هتكون فتره صعبه، محتاجه ان انت تكون هادي شويه في قراراتك وفي حكمك، محتاجه ان انت تبعد عن العاطفه، لان انا عارف ان ناس كتير بتحب كابتن سيد عبد الحفيظ، بس اكيد كابتن سيد عبد الحفيظ طبعا كابتن سيد عبد الحفيظ انتوا عارفين انا بحبه قد ايه، تاني وتالت ورابع، بس انا مش شايفه مؤهل لمنصب رئيس النادي الاهلي. لكن اكيد اتمنى اشوفه مثلا امين صندوق في قايمه عشان يبقى بيؤهل لمنصب مثلا نائب رئيس وبعد كده يبقى رئيس النادي الاهلي في يوم من الايام، او ممكن نائب رئيس على طول، الله اعلم بقى كل واحد ودماغه، يعني انا ما اعرفش برضه، بقول لك وجهه نظري مش لازم اكون صح. اتمنى اشوف في كوادر جديده بتتاهل، واتمنى اشوف ان الفتره الجايه دي احنا هاديين شويه مع بعض، ومش لازم لو اختلفنا على اسماء نبتدي نقطع بعض على السوشيال ميديا او نقطع بعض في الميديا او ايا كان. محتاجين نهدى لان الفتره الجايه صعبه على النادي الاهلي وصعبه علينا، ومحتاجين ان احنا نفصل فريق الكوره عن كل ده. محتاج ان انت تاخد فريق الكوره بمعسكره بسلطاته ببابا غنوجه، ان يا اخوانا ركزوا الله يكرمكم، احنا عندنا بقى دوري احنا اصلا واقعين فيه وداخلين على بطوله افريقيا وداخلين على موسم صعب، محتاجين ان احنا نركز فيه وعندنا القدره ان احنا نركز فيه وناخد فيه كل حاجه باذن الله، ناخد الدوري وناخد الكاس، ولسه عندنا سوبر المفروض على فكره كمان شهر. اي نعم اتحاد الكوره مكسوف يقول لنا السوبر يوم كام بالظبط وفين والحاجات دي، فان شاء الله في اول نوفمبر كده هنبقى نشوف فين وهنبعت لك، فيعني ربنا يسهل. محتاجين نخلي الفرقه على جنب ونركز ونشتغل ونحسن النتائج، لان ده اكيد هيهدي الجماهير شويه نوعا ما، وهيخلي النقاشات اهدى حتى لو هنتناقش في موضوع الانتخابات لو الفرقه ماشيه بخير. فربنا يستر على الاهلي الفتره الجايه، فتره صعبه، فتره انا خايف منها. لو حد عنده اي اقتراح لاي اسم تاني هقولها تاني رغم اني قلتها في اول الفيديو، لو عندك اقتراح لاي اسم
اكتب الاسم في الكومنت بتاع رئيس النادي، وخلينا كده ناخد لفه نشوف اراء بعض عامله ازاي، واستاذنكم نتناقش بهدوء. سلام.